ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل معاكم السمك البلطي المقلي زي بتاع المحلات بالظبط. خليكم معانا ان شاء الله، تركات وحركات هتلاقوها باذن الله. هنقول طبعا معانا ايه النهارده. معانا دقيق ومعانا نشا، ودي التركه دقيق مع نشا هنقلبهم على بعضيهم. طبعا معانا هنا سمكتين، انا طبعا قاليه كتير بس طبعا انا عايزه اعمل الفيديو فمش عايزه اطول عليكم. فالمهم معانا كمان الخلطة بتاعتنا السحرية، عشان بعد التغليف بالدقيق والنشا هنسقط فيها ونقلي على طول. ودي تركة بقى من تركات فيديوهاتنا اللي زي ما انا دايما معوداكوا عليها. التتبيلة هتبقى ايه؟ عندنا كزبرة، كمون، وكمان جزر وفلفل اخضر مع الثوم مدقوقين مع بعضيهم. الجزره مبشوره بشر ضعيف خالص مع الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، وكمان الثوم ومدقوقين او مضروبين في الكبه عندنا. طبعا انا هشيل بقى خلاص الثوم لان الثوم عندي هنا في الخلطه بتاعتي السحريه الجميله دي. ومعانا بابريكا ومعانا عصير ليمون وملح. هي دي الوصفه بتاعتنا. هنتبل السمكه وبعد كده نقوم طبعا حاطينها في الدقيق وبعدين نسقطها ونقلي على طول. عايزين تعرفوا الوصفه دي بتركتها وازاي معموله، هتخشوا على الفيديو اللي قبل كده بتاع السمك البوري المشوي، هتلاقوا الخلطه. الفرق بينها وبين السمك المشوي ان انتوا هتاخدوا الخلطه تصفوها من كل الحاجات اللي جواها. حطيت الجزر والفلفل والثوم المدقوقين زي ما انتوا شايفينهم بالشكل ده، وبعدين الليمون، شويه بابريكا ده بصوت اهو، كمون، كزبره عشان نتبل بيه كل السمك بقى كده قبل ما نحطه في الدقيق، والملح بتاعنا. طبعا بقى عايزين تتفرجوا كمان على بابا غنوج، هعمل لكم رابط كده عليه، عاملاه برضو حلقه فيديو قبل كده عشان تعملوه جنب السمك. نقلب كل ده، هتلاقوه بتركات برضو مختلفه. البابا غنوج عاملينه حلو قوي قوي قوي، هعمله لكم رابط ويا ريت تتفرجوا عليه وتعملوه لانه بصراحه خطير خطير خطير. ناخد السمكه عندنا تعملوا جنب السمك المشوي، نحشيها كده من الداخل بالشكل ده. كمان نقص كده من الخارج اهو، وننفض كل ده اهو. انا عامله بس الحشوه دي عشان نحطها في الداخل كده عشان تديني طعم. جزر مبشور صغير خالص، وكمان فلفل اخضر وفلفل احمر برضو مبشورين ومدقوقين مع الثوم. بس الخلطه دي اللي انا ما شفتوهاش، دي حاجه بسيطه يعني عشان ما نطولش بس عليكم الفيديو، تقدروا ان انتوا تستفيدوا ان شاء الله بيه. يبقى احنا كده تبلنا، هنشيل كل الحاجات دي وبعدين نجيب عندنا الدقيق مع زي ما انتوا عارفين النشا ونقلبهم كده. طب هنعمل ايه بعد كده؟ طبعا الآلية انتوا عارفين الآلية زيت ومحطوط على النار، يقدح على طول وتقوموا بس مش قوي يعني، نقوم حاطينها على الوشين. بس هنعمل ايه بقى في السائل اللي عندنا الجميل ده؟ هنبتدي نعمل هناخده على النار. الزيت هيبقى مقدوح عندنا واحنا شغالين دلوقتي كده، الزيت هيبقى مقدوح اهو. بس انا مش عايزه اقلي عشان القليه معروفه يعني. معاكم كل الحاجات المفيده للسمكه عشان تطلع حاجه كويسه، ومعاكم كمان التركات، فانتوا مش محتاجين اي حاجه بعد كده. هنغلقها كده قوي، ندوس عليها كده في الدقيق، وعايزاها تبقى مليانه جامد، مش عايزه بقى تنفيض. انا التنفيض مش عايزاه خالص. طب ليه؟ هنقول دلوقتي. عايزاها كده مغروزه كده في الدقيق جامد، وعليها كل طبقه الدقيق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقفل السمكه قوي كده ونحكمها كده ونسيب كل الدقيق كده عليها. ليه؟ لان انا هعمل هاخد السمكه بتاعتي، طبعا النار على الزيت، هنقوم مغطسينها غطس كده اهي اهي. بص السمكه كده ونحطها على النار على طول، هتطلع سمكه جميله مقرمشه تحفه تحفه، احسن من محلات كمان اللي بتيجي من بره. وان شاء الله هتشوفوها في الفيديو عنده في الصوره، هتبقى جميله جدا وبالف هنا وشفا.